ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بعد الغلا اللي احنا فيه انا قررت ان انا اعمل عيش بيتي او العيش في البيت. انا هحط 3 كوبايات دقيق، او المكونات 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة لبن بودر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر، نص معلقة كبيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. المكونات دي كلها انا هحطها لكم في الوصف، صندوق الوصف. بحط هنا الخميرة، ابني اللي بيحطها مش انا، ابني بيساعدني. انا طبعا بقالي فيديوهين بركب الصوت على الفيديو، بسبب ان ما شاء الله اللهم بارك. طبعا اي ام ما عندها اطفال صغيرة، بالذات في السن اللي هم 2 3 سنين و4 سنين، والسن ما بيسكتوش طول ما انت واقفة زن، وطول ما انت واقفة عايزين طلبات، وطبعا احنا بنعمل الحاجة بالزعيق وخناق. فربنا يبارك في ولادنا كلنا، وربنا يكون في عون كل ام. احنا هنقلب المكونات كلها الجافة مع بعض قبل ما نحط المية. ابني هنا عايز يساعدني، كنت ناسية الملح، حطيت الملح. بنتي جاية برضو عشان تساعد. طبعا ولادنا لازما برضو يحسوا بملمس الحاجات ودي برضو يعني بيعودوهم على حاجات كويسة، بحيث ان هم بيحسوا بملمس الحاجة، ايديهم بتتعود على الحركة. ما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والسبسكرايب، وعايزة دعم كتير منكم لان أنا لسه مبتدئة. لو عايزين نغير المحتوى، لو طالبين مني اي حاجة انتوا مثلا شايفينها لا انت المفروض تعملي كذا، او لا اعملي كذا، قولولي. انا مفيش مشكلة، عندي الحاجة المناسبة ليا واللي هقدر اعملها. عايزين اي وصفة قولولي عليها اعملها لكم. هنا انا بعجن، بضيف المية واحدة واحدة وبعجن. المية لازم تكون دافية، ما تكونش سخنة، ما تكونش باردة. حتى لو لقيتيها سخنة شوية بحيث ان هي ما تموتش الخميرة معاكي، انت ممكن تحط لها شوية مية من الحنفية او من الفلتر، وبحيث ان هي تكون دافية، يعني ما تكونش سخنة. اعجني واحدة واحدة لغاية لما يبقى ملمس العجينة معاكي يكون طري وما بيلزقش. العجينة ديت ما بنضيف لهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي نوع من انواع الدهون خالص. حتى واحنا بنسوي بنجيب اي يعني مش شرط ما تكونش يعني الطاسة تكون بتلزق او ما بتلزقش. يعني انا مثلا انا هسوي على ألمونيا عادية و... ولازم تكون سخنة جدا. يعني انا شلتها عشان اعجن شوية على الرخامة، لان الطبق ما كانش مساعدني قوي، لان انا ما كنتش حاساها ان هي طرية معايا، فانا قعدت اعجن عشان تبقى طرية معايا. ابني هنا بيبقى عايز يعرف ملمس العجينة عامل ازاي. عايز يعمل زيي، ياخد حتة يعمل بيها رغيف عيش ليه. بعد ما تعجنوا العجينة يا بنات هتسيبوها تخمر لمدة ساعة او تستريح لمدة ساعة. هي مش هتخمر، يعني هي مش هتعلى، لان نسبة الخميرة فيها قليلة، مش هتعلى قوي. هتسيبوها تخمر لمدة ساعة او تستريح لمدة ساعة. بعد ما تسيبوها يا بنات تستريح لمدة ساعة هتقطعوها كور كلها نفس الحجم تقريبا، وبعدين بتسيبوا الكور تستريح لمدة 10 دقايق. المنظر اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده بعد ما الكرة استريحت لمدة 10 دقايق. يعني انا طلعتها قطعتها الكور
بعد كده خليتها تستريح الكور 10 دقايق زي ما انتوا شايفين. بصوا النعومة عاملة ازاي يا بنات، جميلة جميلة بجد. الوصفة دي لازم تجربوها. هتبتدوا بقى تفردوا كل كورة عيش، تحطوا شوية دقيق وبعد كده تفردوها رغيف عيش. بتبقى خفيفة قوي يعني، متبقاش سميكة، بتبقى سمكها رفيع جدا. وزي ما انا قلت طريقة السوا بتبقى طاسة عندكم على نار هادية، ما تبقاش النار عالية عشان ما تحرقش وفي نفس الوقت ما تنفخلكيش العيش. لازم العيش يتنفخ. النار بتكون هادية عليها بس، وانتي بتحطي اول رغيف بتحطي اول رغيف والطاسة تكون سخنة، لازم الطاسة تكون سخنة. ده كده اللهم بارك. بعد ما خلصتهم كلهم، خلصت العيش كله فردته، طلعت معايا 9 ترغفة. طلعت معايا 9 ترغفة زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى ان احنا بنسوي اول رغيف انتي فردتيه، بعد كده التاني، بعد كده التالت. يعني ده كده هو منظره. انتي بتحطيه على الطاسة بيسخن بينفخ منك، بتحطيه على الوش ده والوش ده زي ما انتوا شايفين كده. وبالهنا والشفا يا بنات، يا رب بجد الوصفة تعجبكم. وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وشكرا.